يا أهلا وسهلا، أهلا بيكم بهذا الفيديو اللي أنا اختاريت أشرح بيه عن التأمل اللي ممكن يكون نازل أو اللي راح ينزل، اللي اسمه تحرر. خلاص تحرر، كافي، enough done. هل قد تعيش حياة أنت ما تريد تعيشها؟ هل قد تعيش تفاصيل بيومك أنت ما تريد تختبرها؟ هل قد تجاري أشخاص وتجامل أشخاص وتكون ويا أشخاص أنت ما طايق القعدة وياهم والعيشة يمهم أو وجودك يمهم أو وجودهم يمك؟ دان. فاختاريت بهذا الفيديو أو بهذا التأمل، أنا راح أشرح لكم بهذا الفيديو عن التأمل، واختاريت هذا التأمل يكون عن هذا الموضوع. أنا أعرف كل زين وكليتنا نعرف إنه اليوم بالحياة أكو أكثر من طريق حتى نحل أي مسألة إحنا عندنا إياها، سواء عندنا مسألة بالمال، تعلق بالمال، أفكار عن المال، أفكار عن العلاقات، بالتربية، بالعمل، ببناء الشخصية، بكل شيء بالحياة، كل شيء بالحياة نريد نشتغل عليه. إحنا عندنا أكثر من طريقة. أني نور جربت أكثر من طريقة، أخذت 9 سنوات من حياتي أجرب الطرق اللي كانوا يقولوا لي عليها، الطرق المعتادة الناس تطبقها، طريقة إنه أنا بس أقعد أدعي وكل ما أسوي، طريقة إنه أنا أحاول أحل الأمور بس برا، فأروح أشتغل وأكرب وأقتل نفسي وأذبح روحي وأسحر روحي على الشغل وعلى مودش كم فلس. هم ما جربتها. جربت إنه أشتغل على موضوع العلاقات من برا، إنه أرضي فلان وأرضي علان وأرضي فستكان، وهم ما فاد. جربت إنه أني أعيش الحياة اللي أني أريدها، بأنه أترك البلد اللي أني عايشته وأروح أعيش بغير بلد، وهم ما فاد. ما شفت لا السعادة ولا الراحة، وكانوا يحزدوني عليها. هي مو بالحقيقة كانوا يحزدوني عليها، هذا مثل بالعراق نقوله. أتذكر شو وقت سمعتها من أختي، تقول لازم أذكر لكم المثل بنص الفيديو. تقول يحسدوني على الضحكة وهي بالصوت. فأختي تقول هذا المثل، إنه يحسدوني على الضحكة، فأني تذكرت إنه كنت أقول إنه أنا راح أعيش برا العراق وأرتاح وكل شيء يكون تمام وكل شيء يكون ممتاز، بس يعني هذا الشيء ما صار وما حسيت بالسعادة اللي أنا كنت أطمح لها وأتمنى لها. كنت أقول إنه من يصير الحدث الفلاني أنا راح أرتاح، بس يا أخوان همات ما صار، ولا كأنه من إجا وصار وكان يصير الحدث، ولا كأنه هي هاي الراحة اللي أنا كنت أنتظرها وأتحمس لها. فليش دا أذكر هاي الأمور؟ لأنه إحنا بالحياة عندنا أكثر من طريقة لتحقيق أي شيء، لحد ما لقيت الطريق اللي هو روحاني، نوراني، رباني، إلهي، سهل، بسيط، طريق حقيقي، طريق ياخذني لأبعاد نفسي، طريق السرعة، طريق النمو، طريق الحرية، طريق التشافي، اللي هو هسه احنا كنا نسميه مثلا عالم الوعي. شو وقت احنا دخلنا لعالم الوعي، بس هو موجود ويانا طول عمرنا، بس احنا كنا مختارين خيارات مختلفة. هاي الخيارات فتحت بداخلنا، تألمنا وعانينا وانسحبنا وانكتلنا لحد ما افتهمنا انه خلص هذا مو المفروض الطريق اللي اني اكمل بيه، لحد ما اكتشفنا طريق اللي احنا نسميه هسه الوعي، واني اقدر اسميه اللي هو احتمال اخر او طريق اخر لمداواة الجروح، لتشافي الجروح العاطفية، أصلا للتعامل ويا وحل وفك التعامل ويا اللي دي يصير برا، وحل وفك الصراعات اللي تصير برا. واضحة هاي النقطة؟ خلينا ناخذ نفس وخليني أبلش وياكم. ليش اختاريت تأمل تحرر؟ ليش هذا الاسم؟ احنا اغلبنا بطفولتنا ما عشنا الحياة اللي احنا نريد نعيشها، على الغالب نكون عشنا الحياة المفروضة المطلوبة اللي لازم نعيشها، الكبت اللي أهلنا عاشوه لازم إحنا نعيشه، المعاناة اللي أهلنا عاشوها مسوين فضل علينا إنه هم ما عيشونا إياها، بس عشنا مو أحسن حال، بس لأنه هم كانوا يعانون. ومن دا أقول هذا الكلام مدى أحكي على الأهل، بالعكس هم سووا كل اللي يعرفوا، كل اللي يقدرون عليه، بس دا أريد أذكر هاي النقاط، إنه كنا نتقارن بأنه الحياة اللي هم عاشوها سيئة وهسه اللي هم دا يسووه أحسن شيء، بس ستيل اللي دا يسووه أحسن شيء ما كنا إحنا موجودين بيه على الغالب. فما كانت الحياة اللي إحنا عايشيها كنا إحنا مفهومين، مسموعين، متشافين، مميزين، مرئيين، ما كنا اللي نريده نقدر نقوله بسهولة، واللي نريده نعيشه نشوفه سهل يصير، وكنا نعيش مثل ما المفروض ينعاش، وكنا نقول المفروض ينقال وما إلى ذلك. فصارت كل هواي أحداث بحياتنا، صارت كل هواي ظروف بحياتنا، صارت كل هواي مواقف بحياتنا. هاي الظروف والأحداث والمواقف خلتنا نعلق بمكان معين وننسجن
وينسد الباب وأظل أني قاعدة وأنتظر الفرج، أو أعتقد إنه هو هذا شكل الحياة اللي أنا أستحقه واللي أنا أريده واللي أنا أقدر عليه واللي أهلي يقدرون يوفروا لي وبس، وماكو أي شيء ثاني. خلونا ناخذ نفس من جديد وخليني أكمل. بمرحلة من مراحل الحياة ممكن تمرين بيها بموقف أو تمر بيها بموقف، هذا الموقف أما تتعرض به لتحرش، أو تتعرض به للصدمة، أو تنترك من شخص أنت تحبه، أو تنأخذ من عندك لعبة. أبسط شيء، تنأخذ من عندك لعبة وتبكي عليها ويسكتوك. أي شيء كان صار، كنتي تتمنين تطلعين برا تلعبين، كنتي تتمنين ممكن تلبسين بنطلون، كنتي ممكن تتمنين انه تطلعين في يوم من الايام وانتي مثلا الهواء يلعب شعرك، كنتي تتمنين مثلا في يوم من الايام تلبسين محبس. مثلا انا هاي واحده من امنياتي كانت انه انا البس محبس، ما يصير البس محبس. كنتي ممكن تتمنين تسافرين، ممكن كنتي تتمنين يصير عندك صديقات واصدقاء، بس كان ممنوع تحكين يا ولد. كلش هواي امور ورغبات، مو أمور بقد ما هي رغبات كانت تطلع لنا إحنا كأشخاص وكأفراد وكأطفال. هاي الرغبات ما كانت تتلبى. ليش؟ لأنه أما الأهل ما يفتهمون ليش هي موجودة، أو عيب أو حرام أو غلط أو ما يصير. تكبرين أنتي، يكبر جسمك، يتغير شكلك، بس الشيء الوحيد اللي ما يتغير هو الحياة اللي أنتي عايشتها. نفس الشيء تبقى، إذا كنتي تحسين بقلة يبقى شعور القلة، بس تتغير الظروف والأحداث. إذا كنتي تحسين إنه أنتي محبوسة تبقين تحسين محبوسة، بس السجان الأول يختلف عن السجان الثاني. إذا كنتي تحسين إنه أنتي مو حرة وما تقدرين تطلعين وتسافرين وتتونسين وترتاحين، نفس الشيء يصير. سفرة واحدة بالسنة كلش كافية عليك وبالقوة، لو تصير لو ما تصير. والله ليش؟ شغل، ما نقدر، ما يقبل، ما يريد، ما يعجبه، ماكو فلوس وما إلى ذلك، الأسباب والمبررات اللي كل الناس طلعها. أنا نور شغوفة، عندي شغف كلش عالي بأنه أعيش الحياة اللي بيها انفتاح واحتمالات لا محدودة. أنا أعشق التجارب، أنا لعبتي التجارب بالحياة. أنا ما يكفيني أعيش بس تجربة واحدة وخلاص، وأعيش خبرة واحدة وخلاص. أنا يعجبني أمر بالنمو مال كل تجربة أمر بيها. فما يكفيني أنه خلاص أعيش وأسوي فعل معين كل سنة وخلاص هو هذا اللي يريحني، أسافر مرة كل سنة وهو هذا اللي يريحني، أغير مثلا أمر معين أنا عايشته وخلاص هذا كافي بالنسبة لي، أشتري بيت وخلاص، أشتري سيارة وخلاص. بعد ما it's not enough. مو لأنه ما عندي رضا، بالعكس، بس لأنه أعرف أنه الحياة أكبر من هيك، والاحتمالات الموجودة بالحياة أكثر من الاحتمالات هاي اللي إحنا مخليها على نفسنا. فواي نوت أني أعيشها، واي نوت أني أجربها. زين، حتى أعيشها وحتى أجربها شنو أحتاج أسوي؟ أول شغلة لازم أفتهم إنه الطفلة أو الطفل اللي ما عاش الحياة اللي هو يريدها انحبس بذيك الحياة واعتقد إنه هو هذا الاحتمال الوحيد الموجود بالكرة الأرضية اللي هو لازم يجسده واللي هو يقدر يعيشه، بس ماكو أي احتمال ثاني. تعيش مثل ما أمك وأبوك عاشوا، مثل ما أهلك عاشوا، مثل ما المجتمع عايش. مصدر الرزق مالتك يزيد شوي عن مصدر رزق أهلك، وحتى إذا زاد على قولة فتوى تقول يعني الفلوس كل ما تزيد تنصرف أكثر، يعني ما راح يتغير شيء، راح تشوفين بهاي النظرة. أو ممكن وضعك المالي يتغير بس لسه شنو؟ المشاعر والشعور لسه مو أحسن شيء. فتصير ظروف وأحداث هي تشبه اللي صار قبل باحتمال واحد يتجسد 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 إلى ما لا نهاية، لحد ما تختار تشوف الاحتمالات الأخرى. حتى تشوف احتمالات أخرى أكو أكثر من خيار. الخيار الأول تعيش من البعد الثالث مثل الناس، تجرب وتعيش وتجرب وتعيش وتجرب وتعيش وتتزوجين وما أدري شو يصير فيك، وبعدين ما يقبل على أي شيء أنت تريديه، وبعدين وتجربين وتنعصرين، ورا ما تنعصرين تقولين لا أخلص أنا بعد هاي الحياة ما أريدها، أريد حياة ثانية. أو الخيار الثاني اللي هو إحنا نبلش على العمل على الداخل،
نرجع للداخل. خلاص أنا ما راح أشتغل على البرة هسه، أنا بس أريد أرجع أشوف ما في نفسي، ليش الموجود في نفسي هو بس احتمال واحد وده يعكس هذا الاحتمال. شلون ممكن أني أفتح الاحتمالات الأخرى، وشلون أني ممكن أحرر ذاتي من تقييدها باحتمال واحد بالحياة، بأنه أنا أعيش شكل واحد للحياة. شوفوا ترى أغلبنا عايش شكل واحد للحياة، بس شكل واحد هو يؤدي، شكل واحد بالعمل، شكل واحد بالتربية، نفس الشخصية، نفس الأسلوب، ورا سنة ورا سنتين ورا 3 سنوات ورا 10 سنوات. هذا احتمال واحد بالحياة. تعرفون شنو يعني احتمال واحد بالحياة؟ خليني أبسطها أكثر. احتمال واحد بالحياة يعني أني أختبر الأمور بنفس الطريقة اللي اختبرت بيها الأمور العام والقبل العام وقبل العام. العام يعني السنة اللي فاتت، وقبل السنة اللي فاتت، وقبل 10 سنين أنا اختبرت نفس الموضوع، رح أرجع أختبره نفس الموضوع. خليني أضرب لكم مثال كلش بسيط. وأنا صغيرة تربيت بهاي الطريقة، إنه أنتي أي شيء يروح عليك رح تخسري، يعني لازم تتمسكين بكل شيء، تتمسكين بالمال اللي عندك وتكونين حذرة بصرف هذا المال، تتمسكين بالأمور اللي أنت تشتريها وتديرين بالك كلش عليها، دير بالك لا تخسريها. فأتذكر واحدة من أكبر مخاوفي إنه أني أتذكرها كل زين، إنه أني أعيش تجربة طيارة تفوتني وأني أكون دافعة كلش هواي فلوس على موتها، لأن كانت بالنسبة لي فلوس الطيران كلش هواي، أو أشتري فد شيء معين وما أستفاد من عنده. كلش ما أريد أختبر هذا الشيء. ليش؟ لأنه اعتقدت أنه أنا راح أخسر شيء. وظليت طول عمري أني أختبر الخسارة بهاي الطريقة، أنه أظل أشلب بالأشياء اللي عندي إياها على مود ما تروح، لأنه إذا راحت راح أتألم وأتأذى، وأختبرها بهاي الطريقة. يعني ما أختبرها كأنه هذا الشيء يعلمني، لا، أختبر ألم. طبعا أنا دا أحكي من مكان هسه أنا أفتهم هذا الموضوع وهذا اللي دا يصير وياي. سابقا كنت أتمسك وأنا ما أدري ليش متمسكة، بس لأنه عندي، أو مو أدري، بالأحرى كنت أدري، كنت أعرف وعندي مبررات مقنعة إنه لا، إذا طيارة راحت فلوسك تروح، إذا اشتركتي بكورس معين وهذا الكورس ما قدرتي تروحي له معناتها أنت فلوسك راحت. وقبل فترة صار اللي صار، واختبرت واحدة من أروع الاختبارات اللي مختبرتها، واحدة من أروعها، يعني مو هي أروع شيء، من أروع الاختبارات اللي اختبرتها بحياتي، اللي هي اشتركت بكورس وحجزت طيران وجهزت كل شيء حتى جنوبتي. وهذا أكثر شيء كنت أنا أخاف من عنده، إنه أوصل مرحلة أجهز جنوبتي كل شيء يضيع علي، كل شيء يروح عني. والمفاجأة قبل بليلة، يعني أنا طيارتي ثاني يوم الصبح، بالليل اجاني تليفون: نور انتي باكر ما تقدرين تسافرين. زين والجنطة، زين والفلوس، زين والاكسبيرينس اللي تريدين تعيشيها. أخذت نفس، وأول مرة بحياتي أحس بهاي الراحة اللي كنت أنتظر أحسها. ليش؟ لأنه بطلت أكو شيء خوفني. أني نور مو مثل هسه، أني نور هسه مو مثل نور قبل. أني أختبر الحياة هسه مو مثل ما كنت أختبرها قبل لو يصير هذا الموقف يمكن أموت من القهر. وهو صاير أكثر من مرة من المرات فاتتني طيارة متت من القهر، تمسكت ورجعت حجزت طيارة ثانية بس حتى ما أحس إنه طيارة فاتتني. بس هاي المرة من صار اختبرتها بغير طريقة. تعرفون شنو يصير من نختبر الأمور بغير طريقة؟ اللي يصير إحنا عايشين حيوات، وهاي الحيوات هي لا ماضي ولا مستقبل، هي بالعرض مو بالطول، يعني مو فد شي راح وفد شي اجا وفد شي راح يجي، لا، هي بالعرض، خطوط زمنيه احنا نصيح لها، وتقدرون تبحثون عن الموضوع اكثر. فنور اللي تخاف يفوت عليها شي موجوده، ونور اللي تخاف تخسر موجوده، ونور اللي تخاف فلوسها تروح موجوده، ونور هسه موجوده. اذا نور فكت الدرس هسه واختبرت الموضوع بطريقة مختلفة واستنتجت استنتاجات مختلفة، راح ينفك عند نور موجودة هنا، راح تتعلم نور الموجودة هنا، فراح يصير اكو تدفق. هذا التدفق راح يخدم نور هسه. أدري اللي دا أقوله كلش دقيق كلش عميق، بس كملي وياي للأخير.
يعني نور قبل بمرة من المرات، وخليني أسولف لكم هاي التجربة. بمرة من المرات نفس البلد اللي لغت وتكنسلت السفرة مالتي هسه، قبل أنا همات كنت أريد أروح له، كثرت نفسي أريد أروح له، لازم أروح له، أنا لازم أعيش هاي التجربة، وهاي التجربة ما تتعوض، وهاي التجربة مهمة، وهاي التجربة كذا. ورحت وطبيت للمطار وفاتتني الطيارة مثل ما ذكرت لكم قبل شوية، بس فاتتني واختبر مشاعر الألم واختبر مشاعر الخسارة. أنا ما أخسر، لأنه أكو هناك تجربة لازم أعيشها، وكان كنت مشتركة بموضوع معين، في التجربة معينة أريد أعيشها. حجزت الطيارة، والطيارة الثانية اللي حجزتها أنا آخر نفر يطب بيها، وبالقوة طببوني إلا خابروا الطيار، وقف الطيارة، رجعوا فتحوا الكاونتر، وبعدين رجعت خليت الجنطة مالتي، رجعت دخلت. هيك صار. كل الرسائل كانت تقول نور لا تروحي، بس أنا كل شيء ممكن أسوي حتى ما أختبر الشيء اللي أنا خايفة أختبره. ليش؟ لأنه هذا اللي تعلمت عليه بحياتي، هذا اللي عشته أنا بحياتي من أني طفلة، إنه أنت مي صرت خسرين، أنت فلوسك إذا خسرتيهن راح يصير فد شيء مو زين بحياتك، راح تموتين من الجوع، راح. لازم أنا دائما بحالة ربح، لا لازم دائما فلوسي تنحط بالمكان الصح، بالوقت الصح، بالزمان الصح. ماكو شيء اسمه فلوسي تروح بدون ما أني استفاد، لأنه إذا راحت علي الطيارة معناتها ما استفادت. بس أنا أنسى أكو احتمال آخر، اللي هو أصلاً ممكن الدرس اللي أنا دافعة عليه، اللي هو رايحة أريد أدرسه، هو بأنه الطيارة تلغي حتى أختبر مشاعر معينة، حتى هاي المشاعر اللي أختبرها شي يصير. تفتح ما موجود بداخلي، وتفتح ما موجود بداخل نور قبل. بكل مرة راح يتفتح هذا الموجود، أو هذا العلقان أو التعلق اللي صاير، اللي راح يصير تدفق. نور افتهمت الدرس بذاك الوقت، هذا التدفق راح يخدمني هسه بفتح احتمالات أخرى. أدري اللي دا أقوله يحتاج ينعاد مرتين، 3 مرات، 4 مرات، بس هو هذا الشيء اللي احنا راح نشتغل عليه وياك بتأمل. تحرر أوكي. بس هو هذا الشيء اللي احنا راح نشتغل بيه وياك أو وياك بتأمل. تحرر، خلاص، كافي تعيد نفس الاحتمالات، كافي تعيد نفس التجارب، كافي تعيد نفس الخبرات، كافي تجرب وتخاف تجرب تجارب مختلفة وتعيد نفس التجارب. كافي تظل خايف، كافي تظل ترجف، كافي ما تريد تتحرك خطوة لقدام، كافي تسدها بوجهك. ما هو حتى انت هسه تسدها بوجهك. انا ما اريد اختبر خساره، ما اريد اختبر خساره، انت تسدها بوجهك. ممكن بخساره من الخسارات انت ترتقي وتصعد ليفلات ودرجات، ولا سمح الله اتس نوت خساره اصلا. اتذكر بكتاب حياه حقيقيه الكاتب قال بيها انه اسعد لحظات حياته من خسر كل امواله وباقي له كان سنت حتى يمكن ما يقدر يشتري بيه اكل. ليش اسعد؟ مو لانه هذا اللي صار هو اللي خلاه يصير سعيد، بس لانه بوقتها تعلم دروس كانت الاموال من موجوده عنده ما تعلمها، وبعدها زيد وضاعف امواله اضعاف مضاعفه. حتى ما تفرحون يلا انا اخسر اموال، يلا انا ما عندي فلوس بس انا زين وسعيد. لا مو هيك. تعلم شلون يحافظ على المال أكثر، شلون يحمي المال أكثر، شلون يكثر المال، وشلون يزيده، وشلون يجيبه من مكان قوة أكثر مما يجيبه من مكان خوف ويريد يحافظ عليه. وخليني أكمل لكم على السريع القصة مع الطيارة. رحت ذيك التجربة بوقتها، وكانت أتعس تجربة أنا عايشتها بحياتي، أتعس برنامج تدريبي أنا شايفته. It wasn't أصلاً برنامج تدريبي، واللي أنا كنت خايفة خسرته، بس ما كنت أقدر أعترف بالخسارة لأنه صعب، لأنه ما أريد أعيش هذا الشعور اللي أنا طول عمري خايفة أعيشه. فعرفت بلحظتها إنه اللحظة اللي تختارين، اللحظة اللي أختار بيها أختبر الأمور بكل مرة بطريقة مختلفة عن الطريقة السابقة، هنا أنا رح أفتح لنفسي احتمالات أخرى بالحياة. اللي دا أقوله ما ينفهم على السريع، بس ينفهم للناس الأدفانس، اللي هو أنت، اللي هو أنت، اللي هو كل شخص بينا يريد يعيش الحياة اللي هو يريد يعيشها. لأنه قبل فترة كنت دا أفكر، قبل لا احنا ندخل بعالم الوعي مثل ما يقولون، وقبل لا احنا ندخل بعالم انه تحقيق الاهداف وتعال سوي الاشياء اللي انت تريدها وما الى ذلك،
كنا قبلها بس ندعي. ما هو اكو ناس شنو تقول يعني هسه انتم شغلتكم كل هالحياه تريدون تحققون اللي تريدون تحققون اللي تريدون. سوري، بس انت هسه اللي تقول هذا الكلام، انت تلزم اهل البيت، تلزم الائمه، الانبياء، اي احد تلزمه وتدعي باسمه على مود يتحقق لك الشيء. فانت هم تريد تحقق، بس انت مختار تحقق بطريقتك. كل الحب كل الاحترام لطريقتك، كل الحب كل الاحترام لطريقتك، بس انت بنفس الوقت هنا مختار تحقق اللي انت تريده بطريقتك انت. بس شنو؟ تدعي وتطلب. وبعض الاحيان واتذكر من كنا نختار انبياء وائمه ونتوسل بالله من خلالهم انه هم يحققونا، ما كانت هاي احسن طريقه، لانه كنا نستخدم اسمائهم لصالحنا بس، ونطلب من عندهم هم يسعونا. يعني حتى اتذكر اكو مرات من كنا ندعي ومن اسمع الناس الداير مداير يدعون، هم يستخدمون هاي الاسماء المقدسه للانبياء، للائمه، لكل الاشخاص اللي مختارين من الله سبحانه وتعالى بعيش تجارب. اكو من عندهم تجارب كلش عميقه، كلش مؤلمه، كلش قصصها واصلتنا بطريقة مؤلمة، بس نستخدمهم ونطلب من عندهم هم يسعونا. أنا إذا أطلب منك باسم فلان وخلص هو عليه، أوكي I believe in this، بس روح اسعى، برافو، روح اسعى، الحمد لله تعرف هاي الأسماء، بس روح اسعى، تعرف هذول الأشخاص، عفي عليك أنت من الناس المحظوظين، بس روح اسعى. لا إحنا كنا ما نسعى، كنا ننتظر هم يسعونا، هو يطلع يسعانا لأنه هو بعد هو قريب من الله، أنا مو قريبة من الله. فالاشخاص اللي ممكن لكم يقولوا لكم هذا الحكي، انه قاتلين نفسكم تريدون تحققوا اللي تريدوه، وانتم تريدون تعيشون الدنيا وتستمتعون بالدنيا وتفكرون بس بالدنيا، بس هذا السؤال. انت حتى من تروح تزور اي مكان اي مقام شنو تسوي؟ تطلب. انت مختار تطلب، وممكن انت مختار تطلب وتخلي احد يسعى لك، تريد الله ما تسعى لك، بس اني اطلب واني اسعى، وعندي اكثر من طريقه، والعودة كلها هي لله، العودة كلها هي لله، والطلب كله هو من الله. بس احنا بنفس الوقت عندنا الروح والإمكانيات والقدرات، وعندنا الطاقة، وعندنا التجسيد، وعندنا القيادة، وعندنا الأمر والقدرة على الأمر، فهو كله يمنا. فأني من أطلب، أنا همات شغلي شنو أسوي؟ أروح أشتغل على الموضوع لحد ما يتجسد ويصير حقيقة، هذا دوري، أنا عندي كل الأدوات حتى أسوي هذا الشيء. إذا أطلب من الله هو يسعاني ما راح يصير. فإيه اليوم إحنا نقدر نعيش الحياة اللي إحنا نريدها، مو مثل قبل من كنا صغار، وحتى نعيشها هذا التأمل راح يساعدش بشكل رهيب، بشكل ما تتخيلي. يعني أنا كلش سعيدة كلش فرحانة لأنه دا شاركك هذا التأمل. ليش؟ لأنه أدري من بعده ومن بعد تطبيق اللي بيه ومن بعد الاستماع إليه على حسب التعليمات اللي حتشوفيها راح تعيشين الحياة اللي أنت تريدين تعيشها. أكيد، لأنه راح تسوين العمل الداخلي اللي هو 99.9% من أي تجلي إحنا نريده يصير حقيقة. هذا اللي سويته بحياتي، وهذا اللي أنا مستمرة أسويه، وهذا اللي أنا مستمرة أشاركه. فإذا أنت جاهزة، التأمل سعره جدا مناسب ومتاح لأي واحد من أي مكان بالعالم، وبنفس الوقت يسوي عمل داخلي رهيب عظيم. السعي هو دورنا، الطلب هو دورنا، والتحقيق على الله سبحانه وتعالى. بالعافية عليك ومبروك عليك إذا أخذتي، أو عليك إذا ما أخذتي ومختارة بس تستفادي من هذا الفيديو، فهم بالعافية عليك ومبروك عليك أنه كملتي هذا الفيديو وسمعتي للأخير. كل الحب، أشوفكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى، بأوقات أخرى، بإصدارات أخرى، بإنتاجات أخرى. صدق من القلب أنا كلش فرحانة لأنه هذا التأمل أما راح يصير بيدك أو صار بيدك هسه. باي باي.